ونستوفي هذه المصيبة بقصيدة تصف ذات السيدة زينب عليها السلام. في أحد الروايات تقول: في اليوم العاشر كانت السيدة زينب تطمئن عندما تسمع صوت أقدام الإمام الحسين عليه السلام خارج الخيمة، ولكن في أحد اللحظات اختفت هذه الأصوات، فخرجت لترى أين ذهب. وعند خروجها قد نظرت إلى أشياء كثيرة. طلعت من الخيم وريت النظر ما شاف، طلعت من الخيم ريت النظر ما شاف. كل لحظة تمر تنحسب من سنين. شفت ريشة وفرس وقماط مدموم، وشفت شبان دمهم عثرة ميتين. شفت فارس شهم بس على راس الريش، وشفت الخوة تنزف موش شفين، وشفت شاب بجماله يعذب النور وما خرب جماله السهم بالعين. شفت شاب بجماله يعذب النور وما خرب جماله السهم بالعين. وشفت عريس طايح والجروح انواع، على قبر العرس كل احنا ملتمين. هسه شافتهم كلهم، بقى بس واحد. تقول ادور على العضيد مسابق ويا الريح، ادور على العضيد مسابق ويا الريح، وصيحا بالاسم لا مرة لا مرتين، حرت وين انطوت شي حتى القاك. وخلي شوفتك يا اخويا قلبين، ركضت وتعثرت بالجثث والروس، بس بعد الركض ما عثران حسين. وفي قصيدة أخرى تصف حال السيدة زينب: زينب بالصبر ينضرب بيك أمثال، زينب بالصبر ينضرب بيك أمثال، يا مولاتي محتار ابدي بيك منين. زينب بالصبر ينضرب بيك أمثال، يا مولاتي محتار ابدي بيك منين. آيات الخدر بيك انقرن مرات، وآيات الأمل تتجادح من العين. خطوات الجبل يمشي على ظهر القاع، وافضالك يا زينب غطت الكونين. حلمك مدرسة وتتسارع الأجيال، وبرقبة أحبابك دين بس يا دين. وصفك ما وصلت وحاير بمعناك، حيرت اللي يحبك حيرة بين اثنين. يلب شمرة عباتك دفن روح الليل، وتتغطى الشمس عن ظلك ويا البين. شف عباس شفك بالكرم مهيوب، اجل لزمن عباتك قطع الشفين. أملاك الحمد ين بابك يصلون، أملاك الحمد ين بابك يصلون. باء البسملة ببابك تطوف سنين، من تمشين كنت بظهر داح الباب، بيمينك وبيسارك حاوطة وسبطين. عجز عن وصفك الرايد يسولف بيك، لأن ما حد لمح ظلك وشافه منين. والسلام عليكم.